هاي يا حلوين. بلش الصيف والجو صار بده أكلات حلو باردة ترتب على القلب، وما صرنا زمان طالعين من رمضان، فأكيد حيكون عنا لفات قمر الدين زيادة. تعالوا نستخدمها ونعمل أحلى مهلبية قمر الدين بطريقة بسيطة وسهلة وباردة، والولاد حيحبوها. يلا نشوف الطريقة. رح نستخدم لفة كاملة من قمر الدين تكون بدرجة حرارة الغرفة مشان تسهل علينا الشغل. بنشيلها من كيس النايلون وبدنا نقطعها لقطع صغيرة حتى تسهل علينا وقت الذوبان وما تاخد وقت طويل وما تعمل معنا أي كتل. بهذا الشكل فيكم بإيدكم أو فيكم تستخدموا المقص وتقصوه بهذا الشكل مثل ما انتم بيريحكم. وبهيك خلصت كمية قمر الدين كلّاتها وحطيتها بالطنجرة اللي رح نستخدمها. حنضيف فوقن 4 كاسات من المي. الكاسة اللي رح نعيّر فيها هلأ رح نستخدمها بكل المقادير الجاية، تمام؟ حتى يكون العيار عنا مزبوط تمامًا. بعد ما خلصت كمية المي كلّياتها حارفع الطنجرة على نار متوسطة لحتى يبلش قمر الدين يدوب معنا بهذا الشكل. بس يبلش يدوب بحركه تحريكة بسيطة لحتى ساعده أكتر على الدوبان. لازم نوعية قمر الدين تكون كتير منيحة حتى تدوب تمامًا ما يضل في أي كتل. إذا لقيتي أي كتل فيه فيك تضربيه بالخلاط وترجعيه على النار مرة تانية، ما في أي مشكلة. بعد ما نتأكد إنه قمر الدين داب تمامًا رح نضيف على المقدار ربع كوب من السكر ونحركه كتير منيح حتى يدوب تمامًا السكر ما يضل له أثر. السكر فيكن تقللوا وتزودوا حسب الرغبة، يعني هذا الشي بيرجع لكم. أنا لقيت هالكمية كتير مناسبة. أول ما يدوب السكر حنجهز على جنب 5 معالق كبار من النشا على كوب مي. تمام، المي بتكون عادية، تمام، ما بتكون باردة ولا سخنة. دايمًا النشا لما بندوبه بمي عادية. مثل ما انتم شايفين انا عم زود المي فوق النشا وبحرك لحتى تكمل معي الكاسة. اللي يكون نقص من الكاسة فانا بكملها حتى تصير كاسة كاملة عليها 5 معالق من النشا. بضيف النشا بالتدريج مع التحريك مستمر من تحت. شوفوا انا دايما بحرك بسرعة حتى ما يعمل لي اي كتل بالقاع، تمام. بس حركت اول مرة وما في اي كتل بصب باقي الكمية كلها وايدي ما بتنشال عن طنجرة ابدا. عم نشتغل على نار متوسطة. حتلاحظوا انه الخليط دغري دغري ابتدى انه يتقل بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. هيك نحن ماشيين مزبوط تماما. ضل بحرك فيه بدي النشا يستوي تماما. فشو بنعمل؟ بنضل بنحرك حتى ما يلزق بقاع الطنجرة ونستنى لحتى يطلع هيك فقاعات. بس بدنا اياه يطلع الفقاعات من كل الجوانب، يعني من النص ومن الجوانب. بهذا الشكل هيك صار النشا مستوي عندي تمام. برفع الطنجرة من على النار. هاي الخطوة لازم تكون بعيدة عن النار. رح ضيف منكه اللي هو ماء الورد أو فيكم نضيفوا ماء الزهر، معلقة كبيرة بس بتكفي. وبحرك الخليط كتير منيح حتى النكهة تتوزع بالمهلبية كلياتها. وبعدين بدي اجيب البولات أو الزبادي اللي نحن رح نسكب فيها ونقدمهم، اللي هي أطباق التقديم، ونصب فيها المهلبية بهذا الشكل. هاي الكمية رح تعمل لي كمية كتير حلوة، حوالي 5 أو 6 بولات أو زبادي، تمام. فبيكون مقدار كتير مناسب. انتوا بقى بدكم تضاعفوا الكمية، فانتوا بدكم تضاعفوا المقادير كلياتها، ما في اي مشكلة. بنعبي البولات كلياتها ونستناها حتى تهدى شوي وبعدين بندخلها على البراد حتى تتماسك. بتاخد حوالي ساعة ونص او ساعتين حسب بروت البراد عندكم. وطلعوها وقدموها هي وباردة وشوفوا ما اطيبها وما احلى شكلها اصلا لحاله. فيكم تزينوها من فوق بجوز الهند المبشور ناعم بهذا الشكل، او اي تزيين او حتى سادة بتطلع كتير حلوة. والطعم رح يطلع كتير طيب، يعني الصغار والكبار كلهم رح يحبوها ورح يقولوا لك اعملي لنا منها دائما. ان شاء الله تكون هي الوصفة عجبتكم. اذا اول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تعملوا لي اشتراك للقناة وكمان تفعيل الجرس حتى يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة. لايك وكومنت كمان تشجيعا لإلي، وشير لكل اهلكم حتى يعملوا هالوصفة الحلوة. واستنوني بفيديوهات تانية بطرق دايما بسيطة ومكونات دايما سهلة متوافرة بكل بيت. وهلأ بحب اني اقلكم باي.